بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا كامل بأحسن أحوالكم. فيديو اليوم راح يكون عن الشبة واستخداماتها. الاسم المستعمل هو الشب. الاسم يعني باللغة العربية هي الشبة، وكذلك استخداماتها راح نشوفوها في هذا الفيديو. تستعمل هي باللورات، نستعملوها بزاف للتجميل، وكذلك راح نذكروا بعض الاستخدامات الأخرى. اسمها الكيميائي هي كبريتات بوتاس الألمنيوم، يعني مميزاتها هي مؤثر قابض، يعني تقبض، يعني تلم كيف نقول لكم يعني بالعامية. هي لائمة للجروح، يعني نلقى لكم الكلمة المناسبة. لكن راح نطلقوا لبعض الاستخدامات نتاعها. قلنا هي يعني تتأثر على الأنسجة وتجعلها تنقبض، يعني تلتئم. تأثر على البكتيريا المسؤولة على الروائع، على بها نستعملوها بزاف كمزيل للعرق، وهي تتباع في عبوات. العبوة يعني تكون ممزوجة بمادة تكون معطرة اللي هي المسك. يعني هذاك اللي يحب يشريها مخدومة فاضة يعني راهي تتباع. ما تحب تخدميها وحدك في البيت، يعني تخدمي كمية كبيرة وبأقل ثمن. كذلك هي معقم، يعني قاتل وطارد للبكتيريا والميكروبات. راكم تشوفوا بزاف الحلاقين ولا الحلاقات يستعملوا الشب، سيرتو في البلايص اللي تتجرح راهي يستعملوا الشب. هي لائمه لبعض الجروح، وتاني ما هي لا تنصح، يعني غير منصوح بها لاصحاب الحساسيه الجلديه، يعني اللي عندهم تحسس جلدي من اي ماده هي غير منصوح بها. مع انه هي ماده طبيعيه من الطبيعه، ما فيهاش يعني تاثيرات سلبيه، وما كانش دراسات اثبتت يعني العكس، انها ماده سامه او دارت يعني مشاكل وخيمه. وثاني الدراسات لم تثبت ان الجلد او الكور او الجسم يمتص هذا الماده داخليا، يعني هي فقط استخداماتها خارجيه، يعني فوق لمشاكل الجلد، يعني مشاكل سطحيه. نستعملوها بزاف للوجه. هي راكم كما تشوفوا هنا الحبه، انا شريتها، أنا يعني نشريها هكا كعب كبار، ومن بعد نستعملها كما حبيت. كاين ولادي يديوها كيما هكا حب يستعملوها للحلاقه. زوجتي تستعملها بزاف. كذلك نقدر يعني هذه تاعي نقدر نقص منها دي مورسو ونجزئها اقسام. واش نستعمل منها؟ ندي قسم نعمل بودر وناس نستعمل به، واش نسحق من وصفات. قلنا هي تضييق لخلايا الوجه، يعني لي بيرسون اللي عندهم خلايا الوجه واسعه وباينه، زعما يعني كي تلقى في المرايه وتقرب الضوء ولا تشوف المرايه مليح تلقى الخلايا باينه، هذيك هي خلايا الوجه المتسعه، تفيد فيها بزاف. كذلك الخلايا الميته، تزيل الخلايا الميته وتزيل الاوساخ العالقه فيها. نحاول نتكلم بلغه عربيه باش كامل يفهموا عليا. ثاني هي تشد البشره وتاخر ظهور التجاعيد اللي تكون في دائره العينين، دائره الفم، وكذلك تزيل ترهل الدقن. تفيد بزاف البشره الدهنيه، يعني تشيحها. وعلى بالكم البشره الدهنيه تخرج بزاف الدهون عن طريق الحبوب او البثور، وكذلك الرؤوس السوداء. يعني هنا الشب راهي فيه فائده كبيره، يعني جربوها ما تندموش. نروحوا للوصفات. عندنا الوصفه الاولى باش ما نطولوش الفيديو بزاف يا البنات. الوصفه الاولى نستعملوه كغوماج، لكن نوصي ما تحكوش الجلد بقوه، يعني هي بطريقه سلسه، يعني غير بالعقل برك. وما نطولوش، يعني فقط دقيقه دقيقتين على الاكثر. هذه بالنسبه للبشره اللي عندها تصبغات، يعني البشره تكون الجلد تاعها خشينه. اما اذا البشره رهيفه وحساسه فقط اون ابليك، يعني نحطوه بك بالعقل، يعني بالعقل بك بالاصابع وسي بون. يعني ناخذوا ان بلون دوف، يعني ابيض بيضه واحده، نحطوا عليه مغرفه نتاع الشب، مغرفه تاع القهوه، يعني تكون مملوءه مليح، يعني معمره، تكون يعني مهرس، ويكون اون بودغ، يعني بودغ، يعني تقدر تحطيها على الصفيه تاع الحليب. نهبطوا هذيك لا بودغ الملسه خلاص، نحطوها مع ابيض البيضه، نحركوها مليح واون ايطال على الوجه، يعني نفركوها على الوجه كامل افيك ان بانسو. ما عندكش ديري بيدك، يعني كل السبل متاحه. تحكيه بالعقل وتخليه ينشف واحد 10 دقائق حتى لربع ساعه، لو طون اللي ديري شغل ولا ديري حاجه يكون هو جف، ونروحوا نغسلوا وجهنا. هنا الغسيل يعني من الاحسن يكون بالماء الدافئ، جامي نستعملوا الماء البارد على الوجه. سي ان شوك، ان شوك للوجه، يخلي المسام تتغلق ليه. لكن كي نخدموا بالماء الدافئ المسام تكون مفتوحه، تكون استفادت اكثر. نمسحوا مليح هذاك البرودوي اللي حاطينه، يعني في اي وصفات هذا هو المعمول به. نمسحوا مليح بمنشفه تكون سارده ماء دافي. اون فوا نحينا هذاك البرودوي كامل نزيدو نغسلوا وجهنا، اون فوا اون بيان نيتواي، يعني نظفنا مليح الوجه من الماسك نتاعنا، تم نقدروا نستعملوا ماء بارد. ماء بارد علاه باش يعاود يقفل المسام. هذه فيما يخص الوصفه الاولى كنوع من الكوماج.
نقدروا نستعملوا ثاني كمزيل للعرق. ديودورون نحكموا نشريو طبعا عندنا قطعه تاع الشب، حبيتوا تشريوه مرحي دابا روسكم. ومعاه المسك ثاني راه يتباع، حبيتوا ثاني راه يتباع اون بودر، تشريوه قطعه ثاني كيف كيف، وخدموا حدكم كلشي في البيت، نهبطوه على المصفات، نخلطوه في عبوه. تقدروا تزيدوا معاه مقدار من النشا او لا بودر هذه اسمها الطالك بوغ اونفون. هذا الثاني الطالك بوغ اونفون نقدروا نزيدوا معاه مقدار، ومقدار شبه، ومقدار والنصف مقدار او شويه. يعني الناس اللي ما تحبش الرائحه القويه تاع المسك تحطوا منه شويه برك باش يمد الريحه، مع انه الطالك راهو ديجا فيه الريحه. بيرسونيلمون ما نستعملش المسك، نستعمل الطالك والشبه فقط. حبيت الناس اللي تعرق بزاف يقدروا يزيدوا شويه تاع النشا. لا اله الا الله محمد رسول الله. راح نهضر شويه تاع النشا. علاه النشا؟ النشا منصوح به بزاف للناس اللي يتعلقوا من رجليهم، اللي يدير عندهم الرائحه الكريهه تاني من رجليهم، هنا راهو منصوح به بزاف. سينو تقدروا يعني هو كونتونتي فقط من الشب والطارق. عندنا عفوا قلنا تاني زيد للناس اللي عندهم تعرق اليدين ممكن جدا تحكم شويه من الشب اللي تكون وجدتيه اللي نورمالمون كمزيل العرق. الناس اللي عندها تعرق في اليدين تقدر تهز منه شويه وتحكو بين يديك. للناس اللي عندها تعرق اليدين تحكو بين يديك مليح، تقعد به ان مومون ومن بعد تغسل على روحك، او لكن استعملتيه في الليل حكو بين يديك وارقد به على روحك. ثاني الناس اللي يتعلقوا من رجليهم بزاف تقدر ثاني تحكوا على رجليك وارقد به نورمال. ما نقولكش حط الجوارب، هذه تستعملها في اليوم. في الليل غير منصوح انك تنعس بالجوارب. مفيد جدا لازاله تعرق اليدين والرجلين، وكذلك قلنا للرائحه او الروائح الكريهه. اكرمكم الله. نروحوا وصفه خلاف، هي تبييض الاسنان. نقدروا ثاني الشب يكون اون بودر، نحطوا معاه مقدار يعني شويه نهزوه هكا بصبعنا. انا ما عنديش الاون بودر، عندي غير الحجره وانا تزربت باش نعمل فيديو. يعني راهو سهله تهرسوه في البيت، اما تشريوه هكاك يعني نورمال. تبييض الاسنان قلنا لما تجي تحط المعجون على لا بروسادون باش تبروسي كوم دابيتود، تحط معاه مقدار هكا بين صباع تاع الشب فوق المعجون وخدمي به، يعني تبروسي به سنيك. هذه بصح تستعمليها فقط مره مرتين في الاسبوع، ماهيش يعني يوميا. مليح للفم قلنا كمعقم للناس اللي عندها الجروح، اللي عندهم مثلا لي زافت، نحيتي سنه درسه، لائم للجرح وما يخليهش يلتهب. للثه، الناس اللي عندهم اللثه ملتهبه، الناس اللي عندهم اللثه يسيل منها الدم، عندهم روائح الكريهه تاع الفم، مفيد جدا جدا. يعني تحطوه فوق لابغوسادون تبروسيو به اللثه كامله، راهو كامل يخرج هذيك يعني الدماء الفاسده. او تحطوه في ماء وتشلوا به، يعني ديروا ان غارغاريزم يعني الغرغره. تغرغروا به يعني وتشلوا به فمكم مليح ومليح. حتى الناس اللي يعانيوا من الكراجم، اللي عندهم لي زاميدال ودائما ملتهبين، وكذلك الرائحه الكريهه راهي تجي من اللثه وثاني من لي زاميدال او من يعني التهاب الحلق. يعني وصفه مفيده جدا، يعني ننصحكم بها. انا اللي تكلمت على الروائح الكريهه للفم اذا كان المصدر تاعها فقط من الفم واخرها الكراجم. كاين الناس اللي عندهم هذا المشكل لكن يكون من المعده، يعني يكون المشكل هضمي. هنا الدواء تاعو سي اوتر شوز، يعني هنا الدواء راه يكون في يعني عند الطبيب. عندي اخر وصفه اللي هي الوصفه تاعي المعتمده، ان تونيك بور فيزاج، يعني اللي تجاعيد يعني يأخر الشيخوخة، تجاعيد حول العين حول الفم، الدقن يعني الدقن يعني اللي يجي طايح، أو اسمها الرقبة، يعني الرقبة اللي تكون تبدا تهبط، هي كما نقولوا تاني كما نقولوا لو غلاشمون فاسيال، يعني اللي تعود مع لا غرافيتي او مع الجاذبيه مع العمر الوجه يبدا يهبط لتحت، الرقبه تهبط لتحت. هنا عندنا الوصفه هذه مفيده جدا لكن بالمداومه، ما حاش ديري لي مره زوج اسبوع و10 ايام وتقول لك ما فادتش فيا. واش ندير؟ انا هادو العبوات انا عندي منهم بزاف، ما نشري ماء الورد كي تكمل دائما نحتفظ به نسحقهم. نكونها خديت قطعه من الشب نهرسها، حتى ولو ماهيش مهرسه خلاص يعني نكون كاسي، نحطها في كيس او ندخلها هنا القرعه او في القنينه، ونحط عليها مقدار من الماء المقطر او ماء معدني، يعني حتى عندك ماء تاع الفريجيدير، ماء تاع المطر، المهم يكونش ماء تاع الغوبيني راهو فيه الكلور وفيه الشوائب، يعني من الاحسن نتفاداوه. نحطو قلنا من احسن الماء المطر
اليابات هادو راهم متوفر. ودائما نعطيكم نصيحه يا البنات: ماء المطر كثر منه تصب، عمروا بدونه وحطوها، راكم تحتاجوها بزاف للتجميل وكذلك للرقيه. هذا الموضوع نرجعوا ليه في فيديوهات لاحقه باذن الله. قلنا نحطوا عليه مقدار من الماء مع قطعات نتاع الشب. حبيت تحطيها مطحونه ثاني عادي، وخليه يبات نهار زوج. بعد قعدي كل شويه ترجيه راك تلقاه كامل داب، يرجع لك ماء كيما دوك هذا تاعي. دوك هذا تاعي راهم مخلط بالشب. راكم تشوفوا بعض الشوائب هنا لداخل، يعني هذه تاع الشب. عندي انا صباح ان تونيك مخليته يعني على بورتي دو ما حبيت تحطيه في الصاله باش تشوفيه دائما. اون فوا تغسلي مليح. وانا كل ما نتوضا مرتين في اليوم، ماشي الوضوء تاع النهار كامل. عندي مرتين، تسمى كي نتوضا في الصبح نمسح وجهي مليح وندير رشه على وجهي ونخليه ينشف. تاني نعاودها في العشاء، يعني ندير مره الصباح ومره العشيه. عندي مرتين الحمد لله. انا وجهي ما فيهش تجاعيد، فقط انا عندي ترهل الذقن وترهل الجفون. وثاني اللي في جهه الفم، يعني مع نزول مع خطوط الفم او خطوط الانف. انا راني نستعمل في هذه، راهي من مجرباتي، فائده عظيمه. جربوا هاي البنات وخليوا لي تعاليقكم. هذا واش كان في فيديو نهار اليوم. ان شاء الله تكونوا استفدتوا يا البنات. نقول لكم كل ما طلبتم من بعض الوصفات راني مدونتها، فقط نلقاو الوقت المناسب باش نديروا لايف. راني الوصفات نمدها في لايف هكا باش يتسنى ليا الاجابه على التساؤلات تاع الاخوات لما يكون عندهم تساؤل فيما يخص الوصفه. هذا واش كان في فيديو نهار اليوم. نقول لكم يومكم جميل موفق مع الطب بذكر الله. ما تنساوناش باللايك ومع السلامه.